السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن رؤية سمك القراميط في المنام. بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني ويشترك في القناة يا جماعة. رؤية سمك القراميط يا جماعة من الرؤى الغير مستحبة، لأنه دليل على السحر ودليل على الحسد ودليل على الإنسان الملاوع المخادع اللي ملوش ملكة، أو الست الملوعة الخداعة المنافقة اللي ملهاش ملكة. لأن القراميط بتيجي تمسكيها بتتزفلت، ما بتعرفيش، مش تعرفي تملكي ان انت تمسكيها كويس. وليه بقى ان القراميط رؤيتها غير؟ لانها بتعيش في الترع والمستنقعات والبرك والطينة. تمام يا جماعة؟ طيب لو ست شافت القرموط على طول قدامها كتير وفي طينة، دي مشاكل او اسمع اخبار سيئة. طيب لو شفتيه على طول يتكررك ان هو قدامك في بئر او في مكان عمال يمشي قدامك، ده عارف ان في سحر. تمام. طيب لو شفتيه قدامك وبيبصلك كده وانت شايفاه قدامك، ده بتبقي منظورة او حسد، او انت منظور او حسد للرجل او للست. تمام يا جماعة؟ طيب لو شفت ان انت مسكتيه وذبحتيه واخدتي، يعني عملتي طهيتي لحم وكلتي منه، ده رزق وجاي بصعوبة. تمام يا جماعة؟ فدي رؤية سمك القراميط، دل على المشاكل، دل على السحر، دل على الحسد. تمام. طيب لو بنت عزباء شافت سمكة قرموط واحدة قدامها في المنام، تعرف ان في عريس جاي لها قريب، بس ما توافقش عليه، لانه هيكون غدار وبتاع حريم ومكره ملوش ملكة، مش هتعرفي تمسكي عليه حاجة، هيبقى سيء السمعة ومش كويس. طب لو شفت سمك كتير قدامك قراميط على طول يتكررك، اعرفي ان انت بنت ومعمول لك سحر او منظورة او محسودة. دي البنت العزباء. وبرضك لو طالب برضك وشاف سمك القراميط، يعرف على طول ان هو محسود، ده بيبقى حسد يا جماعة او سحر. تمام. بقى لو شفت بقى ان انت بتمسكي السمكة ومش عارفة تمسكيها، في شخص بتبقى قريبة منك مش كويسة، مش سالكة معاكي او مش صريحة معاكي او ملوعة، ما تعرفيش تمسكيها من هنا او تجيبها من هنا تجيلك من هنا، تصرفي النظر عن صحوبيتها او معرفتها اصلا. او لو انت مصاحب حد وجالك رؤية القراميط، اعرف ان ده انسان او شخص ملوش ملكة، مش كويس، تبعد عنه نهائي. دي رؤية سمك القراميط يا جماعة، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، فعلوا الجرس.